الخطاب مع الحكومة. الحكومة بترى ان دي مطالب للنوبيين، ويمكن في اجتماعنا الاخير مع الدكتور عصام شرف احنا كنا مصرين في كلامنا ان احنا نتكلم عن حقوق مش مطالب، لان الفرق كبير. واحنا مش بنتفاوض، احنا بنسترد هذه الحقوق، يعني ما عندناش استعداد نتفاوض عليها. المشكلة لما تيجي تبص من الاول ان هذا التهجير تم تم بناء مساكن، تم اختيار مكان خطأ اساسا باعتراف كل الاساتذه ومنهم الدكتور ممدوح حمزه والمستشارين. الارض لا تصلح، ومشاكل تشققات البيوت اللي بيعاني منها الناس بلا نهايه. خلينا نقول للمشاهدين الارض اللي تم اختيارها فين بالظبط. هي ارض تقريبا على حدود 60 كيلو شمال اسوان، صحراء. الكارثه الحقيقيه في هذا التهجير هو عدم مراعاه البعد والخصوصيه الاجتماعيه، بانك بتنقل مواطنين عاشوا حياتهم وتاريخهم وجذور للتاريخ دي ممتد، وحضاره في لحظات كانت موازيه للحضاره الفرعونيه، من النيل الى صحراء. ده كارثه انسانيه في طباع، في عادات وتقاليد وممارسات حياتيه يوميه، كل شيء بيتغير. الى جانب اتبنت بيوت لم تراعي الطبيعه المكانيه من درجه حراره مثلا، والبنى بالخرسانه، واحنا ما بنبنيش كده. بان الناس مثلا فوجئت في التهجير، لان ما حدش بعمل بحث اجتماعي، ما حدش فكر ورا التهجير ده ان اماكن او حظائر المواشي موجوده جوه البيوت، وده النوبي ما بيعيش كده. لازم الحظائر والمواشي تبقى في مكان بعيد عن البيت. حصلت ازمات اجتماعيه فظيعه، لان الناس ترجع تطبع مكان صحراوي الى هذا. المحصول الصالح للزراعه هناك هو محصول القصب في تخطيط الدوله والجمعيات الزراعيه لزراعه القصب عشان مصنع كومومبو. النوبي مش مزارع للقصب. نتج عن ده كوارث اجتماعيه كتيره. ولكن حقيقه لازم نذكرها ان الناس هجرت في هجره طوعيه، بمعنى انها قبلت ان عشان في مشروع كبير لمصر بيتبني، فيضحي بحوالي 44 قريه بعظام جداد وبأرضه بكل حاجه. الهجره دي كانت زي ما اتقال هيتبعها مشروعات تنمويه على المنطقه خلف السد العالي، وزي ما ذكر الباشمهندس عبد الحكيم عبد الناصر في اجتماع معاه ومن عن طريق الاستاذ سامي شرف ان في 84 مشروع كانوا جاهزين فعلا، وكان هيخصص لهم داخل قناه السويس، لكن لم ينفذوا. حصلت كارثه، في نكسه وفي كذا وفي كذا، لم ينفذوا. فضلت الحقوق دي ما اتخذتش لغايه ما بكلمك دلوقتي. 5226 بيت من بيوت النوبه، اسره مش بيت لفرد، لاسر، من حصر سنه 64 لم يستلموها، ما تمش بناء لهم، باعتبار ان هم عايشين خارج النوبه فانتوا مغتربين. فبعدين فلما يجوا حتى بعد ضغوط كبيره جدا حصلت في نهايات عهد الرئيس المخلوع، فيجي يقولوا ندي للنوبيين المساكن، نبتدي نديهم، فيحصل نفس الخطأ تاني، وكأننا مش بنتعلم، بانه يختاروا صحراء على الطريق ما بين اسوان وبسمبل ويبنوا فيها 1500 بيت مبنيين كويس، بالذات الجزء اللي منفذاه القوات المسلحه مبني كويس، بس بيوت ضيقه قوي، من ناس كانت بتعيش في بيت 400 و500 متر على بيت بقى اقل من 100 وشويه متر، بس بلا مستقبل تنموي. صحراء في مستشفى وفي مدرسه وفي جامع وفي اوكي، الناس هتعمل ايه؟ تمام. ففي غياب رؤيه للناس تعمل ايه. تمام. لما كملنا الضغوط ووصلنا للاحداث الاخيره اللي حصلت، لما رحنا قعدنا في مجلس الوزراء احنا قدمنا الحل التنموي، لان التطور اللي قررنا نعمله في خطواتنا دلوقتي هو الكفايه، يعني ان نكف عن الشكوى، احنا عايزين نبقى عمليين. تمام. خليني هرجع لتفاصيل الحلول التنمويه المقترحه منكم او اللي تم اقتراحها على مجلس الوزراء المصري في الاجتماعات اللي عقدت خلال الاسابيع اللي فاتت. بس هرجع لك يا أشرف بسؤال يعني يبني على اللي قاله أحمد. أحمد اتكلم عن حقوق تاريخية لم تسترد مرتبطة بتهجير. التهجير حصل في ظرف وطني مهم لمشروع وطني عظيم هو بناء السد العالي،
لكن طبعا التهجير تم دون استشارة أهل النوبة، هم قبلوا طواعية دون أن يستشاروا، والتوطين في منطقة أخرى تم بصورة بعيدة عن احترام الخصوصيات الجغرافية والخصوصيات التاريخية والخصوصيات الاجتماعية لأهالي النوبة. في تهميش على هذه المستويات وفي أزمات. حلول هذه الأزمات تنمية ودمج في سياق المواطنة المصرية بالكامل. في حالة النوبة، ولأنك أنت ركزت على مكون الهوية أو ذكرت مكون الهوية، هل إحنا كمان بنتكلم عن حقوق ثقافية؟ يعني خلينا نعامل الأمور ونتعامل مع الأمر بصراحة. هل من ضمن الحقوق التي ينبغي أن تسترد أو تعطى لأصحابها للمصريين النوبيين هي حقوق ثقافية ترتبط بلغة، ترتبط بفن، ترتبط بتراث ثقافي، بأدب، بموسيقى، أن يتم الاعتراف بوجود هذا التراث وأن يخرج يعني لبقية المصريين وتصبح له مساحة للتعبير. أنا بتكلمش عن دول تانية بتخصص في تلفزيوناتها الرسمية للمجموعات اللي ليها لغات مختلفة، لغات أصلية مختلفة، ساعة ولا ساعتين في اليوم عشان يبثوا بلغتهم لأهاليهم. لا، أنا ما هوش ده التصور اللي حاضر في ذهني. لكن هل إحنا بنتكلم أيضا بجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حقوق ثقافية لابد أن تسترد؟ ده مؤكد. ليه؟ لأن يعني لا يضر مصر نهائي إن أي جزء من أجزائها يبقى له خصوصية ثقافية. وده يرجعنا لحاجة مهمة جدا، وهي ضرورة وإحنا داخلين على مرحلة لإعادة بناء بلدنا تاني أن يذكر ويقر في دستورنا إن في تنوع ثقافي في مصر. الثقافة المصرية ما هي الثقافة واحدة، الثقافة المصرية متعددة الروافد. لما نقول الثقافة في سيناء، والثقافة في النوبة، وثقافة الصعيد دي كلها بتبقى سب كلتشر للثقافة الأساسية. فأن يتوافق المجتمع ونتفق على هذا التعدد هو بداية الطريق لده، عشان ما يحصلش حاجتين ثلاثة عايز أقول لك عليهم. تمام، بس باختصار لأن وقتنا، وأنا عايز أرجع عايزك تجاوب لي على السؤال بصورة محددة. الحقوق الثقافية التي ينبغي أن يتم الاعتراف بها، أنت بتعترف بتعدد وتنوع داخل المجتمع المصري، تعدد وتنوع ثقافي. هل الحقوق الثقافية التي نتحدث عنها في حالة النوبة ترتبط بالأساس باللغة، ترتبط بالأساس بتراث أدبي، موسيقي، فني، حضاري، أم بماذا ترتبط؟ ترتبط بكل مكونات الثقافة، من لغة، من عادات وتقاليد، من حق تعبير عن هذه الثقافة، ما يبقاش فيه تهميش ليها. يعني شفنا إنتاج إعلامي ضخم بيتحدث عن مناطق في مصر، لكن ما شفناش لما كانت الدولة بتنتج إن اتعمل عمل عن منطقة النوبة أو بما أنهم مواطنين مصريين. وده هيحلني برضو للحاجتين اللي عايز أقولهم لك بسرعة جدا. لما يجي منظمة الفاو تعمل مشروع في التسعينات اسمه مشروع العون الغذائي، وتنص رسميا في المذكرة بتاعت أو الاتفاق إن هذا المشروع لتنمية السكان الأصليين للمنطقة، ويقرروا يختاروا منطقة على البحيرة هناك ورا السد، منطقة اسمها قرية نوبية اسمها جرف حسين. فتعمل ايه الحكومة عشان بقى أزمة الهوية اللي أنا بتكلم فيها؟ يرفضوا إنه يسموها جرف حسين ويسموها بشاير الخير. 1 2 3، والحمد لله وقفوا لغاية 3، كانوا عايزين يعملوا 18 وما حصلش. وياخدوا هذا الاتفاقية بتقول السكان الأصليين، ويجيبوا أهالينا من الدلتا في مصر، من محافظات الدلتا، ويغيروا في أوراق ويعملوا حاجات ويخلوهم هم دول اللي يروحوا. تمام. طيب النقطة الثانية، فده محو الاسم المكان. تمام. ده شيء مش فاهم. النقطة الثانية مثلا لما يجي يعمل متحف النوبة اللي اتعمل في أواخر في بداية 2000 2002، فيبقى في إصرار من الجانب المصري على إنه يبقى اسمه متحف حضارة جنوب الوادي، ويرفض مدير منظمة اليونسكو ويصر على انها متحف حضاره النوبه او متحف النوبه. في باب الاعتراف بالتعدد والتنوع. بس انت ما قلتش حاجه عن اللغه بنعاني من مشكله حقيقيه دلوقتي فيها، وهي بدايه اندثارها. بالظبط. فعلينا ابتدينا ننتبه الفتره الاخيره جمعيات الحفاظ على التراث والجمعيات. صحيح. بنحاول نعيد. اولا لقينا وصلنا ازاي نوصل للالفابيتك عن طريق كتاب لعالم الماني فك شفره
برديه قديمه اكتشف الفرق بينها وبين اللغه الهيروغليفيه. لكن الجيل اللي بيتكلم اللغه النوبيه طبعا ابتدى يبقى في كارثه بيندثر في الجيل يعني لظروف طبيعيه. اللغه مستوى المعرفه بيها واجادتها واستخدامها بيتراجع، وبالتالي مساله تعليم اللغه وممارستها في الوقت مهم. في الوقت ده بيحصل انتصار جوه مصر هنا، في الوقت اللي جامعات العالم بتيجي وبتقعد مع الحاج احمد اسحاق وبيقعدوا، لان هم من اللي بيجيدوا اللغه كويس قوي وبيسجلوا لهم القيم الصوتيه للكلمات وللحروف. تمام. اخر حاجه هسالها لك، هل مساله اللغه دي كانت من ضمن الحاجات اللي طرحتوها على مجلس الوزراء في لقاءاتكم؟ ضمن الحقوق الثقافيه. تمام، ممتاز.